صباح الخير حبايبي، صباح الخير عليكم، صباح الجمال والمناظر الطبيعية. تعالوا شاركوني تجربتي النهاردة في نادي من أندية الإسكندرية. النادي النهاردة حابة أشارككم تجربتي فيه أول مرة أروحه، وإن شاء الله مش هتكون آخر مرة، لأنه فعلا يعني تقولوا لي كمان عندي حق في الكلام اللي هقوله لكم ده. فعلا النادي رخيص ومناظر طبيعية جميلة جدا، والولاد قد إيه استمتعوا باليوم ده. بصوا حبايبي النهارده انا بصور لكم في نادي الاسطول البحري بابو قير، عندنا هنا في اسكندريه. حقيقي نادي جميل، ويعني التذاكر بتاعته فعلا مش على مستوى، يعني نادي بصراحه توقعت ان هيبقى تكلفته اعلى بكتير، بس فعلا كان حاجه جميله جدا. احنا دلوقتي هنصور لكم. انا بصور لكم كده النادي بالملاعب بتاعته، وكمان المسجد الجميل ده. عايزه اقول لكم كمان، هقول لكم حاجات انا شفتها في المسجد، حقيقي ابهرتني وحاجه جميله جدا. انا دلوقتي داخله من البوابه، اهو قدامكم نادي الاسطول ابو قير. تعالوا نشوف كمان، وارجع لكم تاني. تعالوا نشوف كده واحنا داخلين ايه اللي حصل. ده جيش. تبع الجيش. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ لا انا مش تبع حاجه، انا مدني. جيت سالت هنا الصبح، قال لي لو كمان عايز تركن العربيه باركنج هنا ب 10 جنيه واقطع التذاكر. اهو انا بقول لك يعني سالت. واحنا دلوقتي داخلين الباركينج، عايزه اقول لكم بقى ان احنا واحنا داخلين جالنا العسكري بقى اللي هو هم تبع القوات المسلحه، فاحنا قلنا له احنا مش يعني مش عاملين كارنيه ولا حاجه. قال لي لا عادي، بيدخلوا المدنيين عادي. وطبعا انا جوزي كان سائل قبليها بيوم وكده، فعرف ان اي حد ممكن يدخل. المعامله قمه في الشياكه والادب، وكمان قالوا لنا بقى الدخول ب 20 جنيه الفرد، وبالنسبه للباركينج 10 جنيه في الباركينج. وممكن تقعدوا زي ما انتوا، يعني ممكن من الصبح لليل تاخدوا السهره، هي ال10 جنيه. وكمان دخلنا بالنسبه لحمامات السباحه، كان ساعتين ب20 جنيه للطفل. طبعا دي حاجه كويسه جدا، يعني الطفل واخد راحته وواخد مساحته من اللعب ساعتين، كويس جدا في قلب الميه. انا عايزه اوريكم كمان الحمامات الجمال بقى، النظافه. عندك بقى الحمامات التويلت لوحده، ادوات، كمان الاوض اللي بتغيروا فيها لوحدها، الاوض اللي هو تطلعي من البحر، يعني اطفالك ياخدوا شاور او كده لوحدها. فقمه في الجمال. هنا بقى انا كنت بشتري البيبي صهيب بقى كتافه علشان ينزل البول مع اخواته. وانا جبت الكتافه من داخل النادي، كانت ب50 جنيه. تمام. وادي في طبعا حمام السباحه الكبير ده، للي يعني لازم تنزلي انت مثلا او باباهم معاهم علشان او تنزليهم بكتافات، لان ده للكبار. لكن في كمان البول للاطفال، هوريكم دلوقتي لان الولاد برضو نزلوا فيه. هنا كنت بصور لكم قدام في المنطقه بتاعت حمام السباحه للكبار، كنت بصور لكم كده المناظر عامله ازاي حوالين البول، والشيزلونج بقى لو حبيتي تقعدي عليه برضو، ويجيب لك شمسيه، وكل ده ب20 جنيه. انت داخله بيها ممكن تقضي اليوم كله جوه. اماكن. طب بصي المناظر جميله، قد ايه الولاد تستمتعوا بالتصوير كمان هناك، تصوري اولادك، ذكريات حلوه لخروجاتكم تقدري برضو هتشوفيها هناك. وهنا بقى شايفين يعني المباني عامله ازاي، حاجه شياكه يعني. تمام. وبعدين كان في بقى يعني احنا طلعنا من هم بقى، يعني زوجي واولادي طلعوا من حمام السباحه كده الكبير، ورايح يوديهم في حمام سباحه الاطفال. هنا في زي ما انتم شايفين كده كافيه، هو في كذا كافيه في المكان. فمن ضمن الكافيهات عندك برضو على البول بتاع الاطفال، يعني اللي هو على حمام السباحه، ممكن تطلبي اي مشاريب وانت بتتفرجي على اولادك كده هم في حمام السباحه.
تمام. هنا بقى كنت رايحة، كان أذن العصر ورايحة أصلي العصر، وسبت الولاد مع باباهم، وبعد كده قلت له بعد ما أخلص صلاة العصر أبقى أرجع وآخد أقعد أنا بقى وأنت تروح تصلي العصر. هنا بقى أنا بوريكم الملاعب، ملاعب تنس وملاعب كرة قدم، وحاجات كتير يا جماعة والله. بص المناظر يعني. ادي المسجد الجميل ده، وشايفين المناظر اللي حواليه والخضرة والجمال والهدوء اللي احنا شايفينه دلوقتي. طبعا المسجد هوريكم ايه اللي عجبني قوي في، يعني جميل كمان انك تلاقي مكان تصلي فيه نظيف بقى وكده. وهقول لكم ايه اللي عجبني في المسجد. هنا المصلى السيدات، والناحيه الشمال دي كان مصلى الرجال. دخلت هنا مصلى طبعا قمه في النظافه والجمال. طبعا يعني بصوا انا دلوقتي داخله في بقى اماكن حاطين فيها القرآن الكريم، وكمان في تكييف بقى، وفي كمان كراسي لكبار السن اللي ما يقدرش يقعد في الارض او يقف، مثلا يقعد على الكرسي. كمان اللي عجبني ان في اسدالات وخمارات، يعني سبحان الله، يعني عشان الناس اللي مش لابسه مثلا فضفاض وبتصف لا مع الصلاه، لا جايبين لهم زي اللي ينفع يليق بالصلاه. ده حاجه جميله، اول مره اخش جامع بجد في نادي الاقي فيه الكماليات دي. هنا بقى خلاص كنت صليت الحمد لله بقى، ورحت طلعت من الجامع. بصوا بوريكم بقى المناظر، والشكل كان مريح للعين، يعني حقيقي حاجة فعلا يعني جميلة جدا. لما تكونوا كمان انتوا هناك يعني هتحسوا باللي انا بقوله، يعني فعلا نادي يستحق فعلا انك تروحي له وتستمتعوا ولادك هناك فعلا يعني. ده انا كنت بوريكم بصور لكم الاماكن بقى الخضراء الجميله المريحه للعين دي. وهنا انا كنت في كمان في كافيهات في الجزئيه دي، والمباني اللي فيها ازاز هناك دي هي دي الاماكن اللي فيها حمامات السباحه. انا رايحه عليها عشان اشوف الاولاد بعد ما طلعوا من حمام السباحه. تمام. هنا كنت بصور البنات بعد ما خلصوا بقى الحمام السباحة، لبسوا بقى وراحوا ايه يعني بالباتيناج بدأوا يلعبوا. تمام. وبدأوا ياخدوا تصوير بقى يعني في أماكن كتير، لأنه زي ما انتم شايفين الأماكن مليان مناظر جميلة تصوري فيها أولادك وتصوري انت كمان كذكرى حلوة يعني في خروجاتكم. هنا زي ما انتم شايفين البنات كانوا خايفين، وانا كنت خايفه طبعا هما بالباتيناج يعني جنب حمام السباحه. تاخدي بالك كويس ان هو لازم تكون موجوده علشان ما يبقاش في طفل غصب عنه يعني ايه ممكن يقع لا قدر الله او حاجه في البول. وكمان كنت بصورهم في جنب الخضره بقى، وخدوا مناظر جميله. هنا بقى خلاص احنا يعني خلصنا اليوم، كنا زعلانين واحنا مروحين والله. يعني قعدنا وخدنا السهرة بقى، وهنا كنت بصور لكم بقى الليل، يعني هو في نهاره جميل والليله جميل. بصوا المنظر هادي كده وجميل. وخلاص احنا بقى هناخد العربية من الباركينج دلوقتي وهنطلع نمشي. يا رب تكونوا استمتعتوا وكون وصلت لكم فكرة حلوة للي يجي اسكندرية يروح النادي الجميل ده. واحنا خلاص اهو خارجين، وما تنسوش التفاعل والاعجاب عشان تظهر لكم فيديوهاتنا، واللي بيحب فيديوهاتنا يشترك في القناة. وشكرا احبابي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.